السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقات الدكتور بتاع الأجهزة. النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن ماوس ال HP. الماوس ده عندي الكليك يمين ده مش شغال، فتعالوا نشوف كده هنعرف نصلح الماوس ده ولا لأ. بس هو مسمار واحد بس كده من تحت. الماوسات دي محترمة جدا جدا جدا، فبدل ما نرميها هنحاول إن احنا نصلحها بأقل تكلفة. بص انت شوف الماوس كده من جوه عامل ازاي. الماوس عبارة عن كليك شمال، وده البقرة وده مفتاح البقرة، وده المفتاح بتاعنا اللي بايظ. واحنا ممكن نفك المفتاح ده وننضفه كده بأي كحول هيشتغل معانا. بس انا بفضل يعني طالما فكينا وعايزين نعمل شغل كويس، انا ممكن بيكون عندي ماوسات قديمة حصل فيها اي مشاكل، الكلام ده كله ممكن بيبقى بطلع منها الزراير دي بخليها عندي. او كان عندي برضه ماوس قديم اتش بي وكان باظ خالص ما كانش ينفع يتصلح، فجبت منه الزرار بتاعه. فتعالوا كده نشوف هنركب الزرار ازاي الجديد. بص انا عندي كاوية لحام، عندي اكتر من كاوية. انت هتستخدم كاوية اللحام دي او دي، بس انا بفضل ان انا اشتغل بالهوت. انا عندي هوت يعني، فانا بفضل اشتغل بيه. نقول بسم الله كده ونبدأ. كل اللي انت هتحتاج انت تشيل الزير من على الزرار ده. معلش سامحوني بقى عشان ما عنديش ماسك للبورد، فانا بحاول ان انا اشتغل باقل الامكانيات، وده شفاط عشان اسحب الازير بس مش اكتر. كده الزرار طلع معايا بكل سهولة. اجيب الزرار الجديد واركبه نفس الزرار، هو ملوش عدلة ولا اي حاجة. نركبه كده ونجيب الازير بتاعنا. الموضوع ابسط مما يكون. بس كده احنا خلصنا. بص كده الزرار كده ركب والدنيا زي الفل. وبص اللحام، يعني انا مبتدئ زي حضرتك بالظبط، فالموضوع مش صعب ولا اي حاجه خالص. نجيب البتاع ده وننضفها. ممكن ننضفها باي فرشه عندنا. بص دي فرشه اسنان انا جايبها للشغل بتاعي كده. انا بتعلم زي حضرتك بالظبط يعني.
انا مش دارس الحاجه ديت او شفت حد بيعملها. انا بحاول افك واجتهد مع نفسي، يعني زي حضرتك. فبدل ما انت عندك مثلا ماوس زي ده مرمي، لا ممكن بأقل الامكانيات عند حضرتك تعيد تصليح الماوس ده مره تانية وتشغله عندك بدل ما تشتري واحد جديد. هي الفكرة كلها بس في تظبيط البقرة كده، ازاي نقدر نظبطها عشان خاطر تشتغل برضه معانا بإيه بكل سهولة. بس كده. نشوف المسار بتاع الكابل. أو الكابل مش بايت مكانه، فعلشان كده تلاقي الماوس من فوق مرفوع. تعالى كده الماوس عندنا بقى زي الفل. عندنا المسمار بتاعنا ونقفل مرة تانية. وبس كده خلصنا. لو عجبك المحتوى بتاعي استأذنك تدعي لوالدي بالرحمة والمغفرة، وتعليقاتكم برضو بتفرحني جدا. شكرا لحضراتكم.